تحت شعار لنساهم في إنقاذ مرضى السرطان والتلاسيميا. أعلنت منظمة الهلال الأحمر الكردي عن البدء بحملة لجمع التبرعات من أهالي المنطقة، وذلك عبر وضع صناديق التبرع ضمن أحياء المنطقة في مدينة قامشلو. سوزدار رمضان محمود، عضوة في لجنة التبرعات لمرضى التلاسيميا والسرطان، تحدثت عن آلية سير الحملة، مؤكدة أن الهدف من الحملة تعزيز روح التعاون لتقديم يد العون للمرضى وتخفيف العبء على المحتاجين في ظل الظروف الصعبة، فيما دعا المواطن غازي عبود كافة المواطنين للمبادرة مع منظمة الهلال الأحمر الكردي من أجل تخفيف العبء على كافة المرضى. بعد بناء مشفى السرطان والتلاسيميا كالهلال الأحمر خطونا الكثير من الخطوات، وكان لدينا مشاريع كثيرة، منها تأسيس صندوق التبرعات حيث تم وضعه في كافة المقاطعات قامشلو، الفرات والحسكة. في قامشلو وزعنا صناديق في أماكن الازدحام كالمطاعم ومحال الصرافة المرافق العامة. هدفنا من هذه الخطوة هو خلق روح المبادرة والتعاون بين أبناء المجتمع من أجل هؤلاء المرضى الذين يعانون من تكاليف علاج الأمراض وارتفاع سعر الأدوية التي تتراوح بين $100 و$1000. يعني ايشك دكشينين ملي درمانة ده بحقي درمانة ده يعني درمان جانا دقي $100 حياة $1000. أتمنى من كل الأهالي يبادروا إلى هاي المبادرة الإنسانية في سبيل التخفيف عن مرضى السرطان ومساعدة هلالنا الأحمر، لأنه في القدرات المادية كتير ضعيفة، فنتمنى احنا لو خطوة مني وخطوة منك نساعد على شفاء مريض. طبعا هاي حالة إنسانية، أتمنى من الكل أنه يبادر هالحالة الإنسانية ولو بمبلغ بسيط.